في اوقات رغم اننا بنذاكر كتير ولكن مع ذلك مش بنلاقي اي نتيجة، بالعكس درجاتنا كل مدى بتنزل لتحت، او حتى لما بنذاكر بناخد عدد ساعات كبير وفي المادة نفسها يمكن ما تقدريش تكمليها حتى وينتهي بيكي الموضوع انك في الاخر ذاكرتي صفحتين بكتير قوي. اغلبكم معانا مع الموضوع ده وانا حاسه بيكم عشان احب اقول لكم انا زائد نفسي مريت بيه، وكنت بذاكر الصفحه الواحده في الساعه، ده حتى ما كنتش بكون ذاكرتها كويس، وده بسبب مجموعه اخطاء احنا بنرتكبها وبتاثر علينا بشكل سلبي في المذاكره، فبتطلع لنا الصوره زي ما قلنا قبل شويه. في الفيديو ده هحاول على قد ما اقدر اني اشرح لكم نقاط تحميكم وتتخلصوا من كل ده، بحيث تذاكروا اسرع، الحفظ والفهم يكون ثابت اكتر، وتتحفزوا للمذاكره وتكونوا متحفزين ليها وعندكم شغف دايما، وحتى لو مش عندكم تكملوا. فلو انتم مهتمين بتطوير الذات والمذاكره تابعوني عشان محتواي هيفيدكم. فيديو النهارده هيتقسم لأربع اقسام. اول حاجه الشغف والتحفيز، تاني حاجة وقت المذاكرة أو تقسيم وقت المذاكرة، تالت حاجة طريقة المذاكرة، رابع حاجة تثبيت المعلومة. أول نقطة معانا وهي الشغف والتحفيز. بالنسبة للشغف والتحفيز فده من أهم العوامل وجزء لا يتجزأ عن الدراسة بتركيز ووعي كامل منك، فإن يكون عندك شغف مستمر، وحطه تحت مستمر مليون خط أحمر. دي حاجة صعبة خصوصا لما يجيلك الشغف بيبقى مؤقت دايما، وبمجرد ما تعدي أول ساعة معاكي بتحسي بملل، وهنا أنا أسميه الشغف الغير صحي. إنما الشغف الصحي لما تفكري من الأول انت بدأتي ليه كل ده، بدأتي ليه تذاكري، بدأتي ليه تنظمي وقتك، بدأتي ليه تتفرجي على الفيديو ده من الأساس، ليه عايزة تبدأي تذاكري صح، وهكذا. فلما تلاقي هدفك في السؤال وتجاوبي عليه، خلينا نقول انك عايزة تذاكري عشان تجيبي الدرجة الكاملة، هيجيلك الدافع والشغف انك تعملي الحاجة دي وتذاكري، وتجيلك الدفعة والزقة اللي هتزقك لقدام. فالمذاكرة اللي بتذاكريها دي هي اللي مسؤولة عن معظم حياتك دي لو ما كانتش كلها، زي انك لو حاطة هدف في حياتك انك تسافري جزء منه معتمد على المذاكرة، او لو عايزة الوظيفة الفلانية او وظيفة احلامك فده معتمد كل الاعتماد على المذاكرة، او لو عايزة تتثقفي فجزء منه معتمد على المذاكرة. فلازم تشوفي انت وجهتي نفسك للهدف ده ليه، وايه اللي خلاكي تكوني عايزة تطبقيه. ففي ناس كتيرة بتحس انها مش لاقية شغفها او مش عارفة تبنيه. يمكن تكوني دلوقتي بتسألي نفسك طب ازاي ابني الشغف؟ بصي، الشغف مش بيتولد فجأة، الشغف بيتبني، وعشان تبنيه محتاجة تعملي 3 حاجات. اول بوينت معانا وهي هدفك يكون مرئي. بمعنى ايه؟ يعني المكان اللي بتذاكري فيه يكون شغفك قدامك وشايفاه، سواء تجيبي ورقة وتكتبي عليها هدفك او صورة تحطيها في مكتب المذاكرة، وكوتس تشجعك على الاستمرارية. كل الحاجات دي بتبني جواكي شغف من جديد وبتفكرك انت بدأتي ليه. تاني حاجة تخيلي نجاحك. لما تتخيلي نجاحك بعد ما افتكرتي وحطيتي اهدافك قدامك هتحسي انه اي نعم انا بتعب جامد في المذاكرة ولكن التعب يستاهل، وهتبداي تكملي. تالت حاجة سجلي الحاجات اللي بتحفزك، شبه النقطة الاولى، وهي انك تسجلي اي كود او نوت عجبتك بتتكلم عن الهدف او المذاكرة، بحيث كل ما تشوفيها تتحمسي للمذاكرة اكتر. فده كان بالنسبة لجزئية الشغف. لو عندكم اي سؤال تقدروا تسألوني في التعليقات وانا مش هتأخر عليكم. وفي اخر الجزئية دي افتكري دايما ان الشغف مش دائم، بس انت عليكي تبني شغف دائم بسبب عقليتك وافعالك. تاني نقطة معانا التركيز وتقسيم وقت المذاكرة. نفترض ان في امتحان بكرة، كل طالب وطالبة مهتم هيذاكروا طبيعي جدا، ولكن وقت الامتحان ولما يمتحنوا كل واحد هيحل بطريقة شكل. بمعنى الأسئلة اللي هتحدد مين فيهم اللي هيطلع الأول دي بتعتمد على طريقة المذاكرة والتركيز. ففي اللي ذاكروا بس ما حطوش التركيز الكافي، وفي اللي مركزوش وقرأوا بس، وفي اللي حفظوا ومش فاهمين المعلومة، وفي الطالب اللي دايما الناس بتستغرب ازاي بيطلع الأول كل مرة، ازاي بيحافظ حتى على مستواه وهو بيعمل ال3 في واحد، بيذاكر بتركيز، بيحفظ وبيفهم، فبالتالي بيطلع الأول. وانا جايه هنا عشان اقولك الخطوات عن تجربه تامه مني. اول واهم حاجه اللي فرقت معايا جدا 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 تقنيه البومودورو. مهما اتكلمت عن قد ايه هي فرقت معايا ومش بأفور بجد، بس موضوع انك تاخد وقت معين للتركيز والمذاكره فده هيساعد جدا. جربت ال3 اوقات اللي هم 25 دقيقة او 5 دقايق راحة، و45 دقيقة و10 دقايق راحة، ولكن في واحدة جربتها حسيت ان هي احسن واحدة. تحسوا ان هي في النص، مش الوقت الطويل قوي زي 45 ولا قصير قوي زي 25، وهي 35 الى 30 دقيقة و10 دقايق راحة. لما تخلصوها هتحسسكم انكم لسه عايزين تكملوا مذاكرة وتذاكروا اكتر، واللي بسببها قدرت انتظم على الساعتين اللي كنت عايزة اذاكرهم كل يوم. تاني نقطة معانا وهي المذاكرة الصبح. تخيلي لما تصحي بدري وتذاكري ساعتين بس هتحسي انك عملتي انجاز قبل ما اليوم يبدأ اصلا. فالمعلومة الصبح بتثبت اسرع، تركيزك بيكون اعلى ومجهودك اقل، كأنك بتدي لنفسك هدية تبدأي يومك وانتي متقدمة بخطوة وعملتي اللي عليكي، ولما يجي بالليل هتكوني عايزة تذاكري تاني وبالتالي هتذاكري اكتر. فما تترددوش وذاكروا الصبح. ولو كان عندكم السبب اللي ممكن يمنعكم زي من المذاكرة الصبح وهي المدرسة، حاولوا على الأقل تخصصوا يومين بس في الأسبوع زي السبت والجمعة أو الجمعة والخميس تصحوا فيهم الصبح وتذاكروا، أو بعد المدرسة حتى.
ابعاد المشتتات. كلنا عارفين السوشيال ميديا ممكن تعمل فينا ايه واحنا بنذاكر، فلازم تحطوا تليفونكم بعيد ويكون بعيد عنكم لما بتذاكروا، ولو كنتوا بتذاكروا منه فحاولوا تذاكروا من جهاز اي حد تاني من العيلة، فبالتالي مش هتقدروا تمسكوه. تالت حاجة معانا وهي طريقة المذاكرة. اتفقنا مع بعض في النقطة اللي فاتت نبدأ نذاكر الصبح، دلوقتي عشان تذاكروا صح ابدأوا المذاكرة بأصعب مادة عشان دماغكم بتبقى صافية وبتستقبل أحسن والتركيز بيبقى فيها أعلى، فاستغلوا الحاجة دي وابدأوا بأصعب مادة عشان في السهل ما تستهلكوش طاقة كبيرة منكم. تاني نقطة معانا تقنية الثلاث حواس. بمعنى ايه تقنية الثلاث حواس؟ يعني في مذاكرتك الثلاث حواس بتوعك اللي هم عينك وصوتك وإيدك وهي بتكتب يكونوا شغالين، فلو عايزة تحفظي معلومة قوليها وكرريها غيبا واكتبيها وانت بتقرأيها بصوت عالي. رابع حاجة وآخر حاجة في جزئية طريقة المذاكرة، المراجعة قبل النوم. عقلك وقت النوم بيرتب أفكارك، فاستغلي الحاجة دي بإنك تقرأي اللي ذاكرتيه وتسترجعي اللي ذاكرتيه على السريع. تاني يوم هتحسي إن المعلومة ثابتة أكتر من أي وقت تاني. خامس حاجة وآخر حاجة معانا تثبيت المعلومة. الجزئية اللي فاتت بتحافظ كمان على تثبيت المعلومة، بس خليني أضيفلك نقطتين هتساعدك أكتر إن المعلومة تثبت. اول حاجه وهي الشرح. لما تشرحي لغيرك وقتها تعرفي انت فاهمه فعلا ولا حافظه بس، وبيخليكي ترتبي افكارك وتربطي المعلومات ببعض، وده معناه ان المعلومه بتدخل اعمق في دماغك. وكمان لما تشرحي بتستخدمي تقنيه الثلاث حواس، فبالتالي هتكوني ضربتي عصفورين بحجر واحد. وفي اخر الفيديو بتمنى من كل قلبي تكونوا استفدتم وتكونوا نصايح فرقت بجد معاكم. Thank you so much for watching. Bye.